نعمل مع بعض ايس كريم بطريقه سهله جدا واقتصاديه. تابعوا معايا لاخر الفيديو. طبعا هناخد هنا معانا ربع كوبايه من اللبن ومعلقه كبيره من النشا، هندوبهم كويس في بعض على البارد. انا هنا هستعمل الكوب المعياري يا جماعه اللي هو 250 مللي. اي لتر حاجه ساعه عندكم اللي هو 1 لتر، شوفوا اي كوبايه في المطبخ ازاز 4 منه، يعني 4 كوبايات من اللتر، هي دي الكوبايه المعياريه ال 250 مللي، اشتغلوا بيها لو ما عندكوش الاكواب المعياريه. معلقه كبيره كده من النشا، هندوبهم كويس قوي مع بعض على البارد. وبعد كده هنروح عشان هيبقى معانا كوبايه تانية من اللبن هنحطها على النار. هنا بقى كوبايه اللبن اللي على النار هنحط لها ربع كوبايه من السكر بنفس الكوبايه، وبعد كده هنضيف عليها نص كوبايه من الحليب البودر. ده كده ربع كوبايه من السكر، هنقلبهم كويس مع بعض على النار. وبعدين هنحط معانا نص كوبايه من اللبن البودر، هنقلبهم كويس لحد لما يدوبوا مع بعض. وبعد كده هننزل عليهم بالنشا اللي احنا كنا مدوبينه في الاول بالشكل ده، وهنقلبهم على نار هاديه لحد لما القوام يتقل معانا يا دوبك حاجه بسيطه كده. اخر مرحله هنا معايا يا جماعه ان انا هضيف معلقه صغيره من الفانيليا السايله عشان تدي طعم حلو قوي للايس كريم. وبس كده خلاص، هنشيله لحد لما يبرد خالص في التلاجة. وبعد كده هنحطه الاكواب بتاعه الايس كريم بقى، عشان نحط الاكواب بتاعه الايس كريم. اللي مش موجود عنده ممكن يستعمل كوبايات ستانلس او كوبايات ورق او علب زبادي زي ما تحبوا. هي البتاعه دي مش غاليه خالص، لكن اللي مش متوفر عنده ممكن يستعمل البدايل بتاعتها. هنا بس انا كنت بحط شويه شوكولاته كده عشان عايزه احط فول سوداني. ممكن تحطوا الفارماسيه بتاع الشوكولاته او اي مكسرات انتوا بتحبوها لو عاوزين الايس كريم بيبقى فيه مكسرات. اللي مش حابب ممكن يسيبوا ايس كريم ساده بس يغلفوا في الشوكولاته من بره، دي شوكولاته دارك. انا بس حطها عشان احط الفول يبقى معايا في الجناب بتاعه الاكواب بتاعه الايس كريم. هنا بقى هبدأ احط الايس كريم بتاعي في الكوبايات دي عشان اسيبه. لازم تسيبوه يا جماعه في التلاجة، احنا في حر جدا، هتحطوه في الفريزر. يعني هو المفروض 8 ساعات، بس يا ريت في الجو اللي احنا فيه ده يبقى ليله كامله عشان تضمنوا ان هو جمد كويس جدا. وبعد كده لما نيجي نطلعه ونحطه في الشوكولاته يبقى متماسك معانا ويبقى يعني ما يسيحش منكم بسهوله. عشان كده سيبوه الليله كامله في الفريزر بتاع التلاجة يكون جمد كويس جدا. وبرضو هنا بقى احط برضو شويه فول تاني. زي ما قلت لكم ممكن تحطوا الشوكولاته الفارماسيه او تحطوا اي مكسرات انتوا بتحبوها، بس انا بحب دايما طعم الفول بيبقى حلو قوي مع النوع ده من الايس كريم. ايس كريم سهل جدا جدا مفيهوش اي تعقيدات. طبعا انا عملت معاكم كذا نوع من الايس كريم، تقريبا كل انواع الايس كريم. هسيب لكم الروابط بتاعتها في صندوق الوصف. انواع مختلفه، ايس كريم بيور طبيعي وايس كريمات بنكهات مختلفه، ايس كريم ببسكوت الاوريو او البوريو زي ما تحبوا. هسيب لكم كل الروابط في صندوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. بس كده هغطيه بقى يا اما طبعا الاكواب دي جايه ليها غطيان وعصيان بتاعتها. اللي مش متوفر عنده هيستعمل عصيان الايس كريم العاديه، بس هيغطي الكوبايات بورق فويل عشان تجمد معاه كويس جدا في الفريزر. بس كده يا جماعه انا غطيتهم تقريبا كلهم اهو. باقي واحده هوريكم ازاي لو ما عندكوش القوالب دي او الغطيان دي. ودي الكوبايات برضو اللي ممكن تستعملوها، الكوبايات الورق او كوبايات الستانلس. بالعكس كوبايات الستانلس كمان اللي هي بتبقى صغيره دي بيبقى خروج الايس كريم منها سهل جدا. هتغطوه بالشكل ده وتحطوه في الفريزر. طبعا بعد ما خلاص كان عدى ال 12 اللي انتوا بتحطوه من بالليل لحد الصبح، هنيجي دلوقتي عشان نسيح الشوكولاته. ده حمام ميه، وبشور الشوكولاته وقطعوها قطع صغيره وحطوها كده على حمام الميه، هتلاقوها بتسيح معاكم. طبعا الشوكولاته الميلك بتبقى افضل، بتدي نتيجه حلوه قوي للايس كريم. هنسيب الشوكولاته لحد لما تسيح خالص على حمام الميه. انا مش بفضل ابدا يا جماعه موضوع ان انا احط الشوكولاته في كيس بلاستيك واحطها في ميه سخنه، لان الاكياس البلاستيك غلط جدا انها تتعرض للحراره. فالطريقه دي سهله جدا وفي نفس الوقت صحيه. انا مستعمله هنا طبق ستانلس صحي. وهنا طبعا عشان نشتغل في الايس كريم بنبقى مجهزين معانا طبق من التلج، نشيل ايس كريم من الشوكولاته وبنحطه على التلج على طول. ولازم تبقوا بتشتغلوا في مكان درجه الحراره فيه كويسه عشان الايس كريم ما يسيحش معاكم.